هلو النهاردة هناخد مع بعض long vowel I. امتى نسمع صوت I زي اسم حرف ال I؟ Let's see. عندي أكتر من قاعدة IE, IGH, consonant plus Y, I with magic E. طبعا لكل القواعد اللي أنا قلتها دي في irregulars أو شواذ عن القاعدة هنشوفهم مع بعض. Let's see the first rule. What's long vowel I? Letter I says its name when it comes before E. يعني حرف ال I هيتنطق زي اسمه لما يجي قبل ال E. Let's see some words. Die, pie, tie, lie, tried, quite, signified, satisfied, client, and signs. Let's see another rule. ال IE لو جت في الكلمات دي مش هتتنطق زي اللونج I، هتتنطق زي اللونج E. field, yield, niece, grief, believe, brownie. ال E مع ال I أو الماجيك E مع ال I. تعالوا نفتكر أصلا الماجيك E اللي كانت بتيجي في آخر الكلمة بتبقى silent ملهاش صوت، ولكن بتغير صوت الفاول اللي بيجي قبل الكونسونانت اللي قبلها، بتخليه يتنطق زي اسمه بالظبط. النهارده هنتكلم على الاي. طبعا الاي هتروح للاي تقول له say your name، قول اسمك. Let's see some examples. kite, bike, 5, tide, 9, wise, ride, and these words are for you. You can read them. تعالوا نشوف قاعدة كمان. ال IGH. لو أنا لقيت كلمة فيها IGH and before the IGH consonant sound يعني حرف ساكن أو صوت ساكن، هنا ال I هتقول اسمها I تتنطق زي اسمها بالظبط. أما ال GH هتبقى silent ملهاش صوت خالص. Let's see some words. night, sight, light, right, might, and fight. طيب لو أنا جالي ال IGH دي ولكن قبلها حرف vowel، مش هتتنطق ال I، هيبقى ليها قواعد تانية ليها علاقة بال اللونج فاولز، الحرفين المتحركين لما بيجوا مع بعض الأول هيتنطق زي اسم. تعالوا نشوف قاعدة كمان وهي الواي اللي بيجي قبلها consonant. هنا الواي هتتنطق زي اسم الاي I، بس شرط تكون الكلمة دي من one syllable يعني من مقطع واحد. تعالوا نشوف كلمات. sky, fly, my, and cry. طب الكلمة لو آخرها واي وقبلها برضو حرف consonant بس الكلمة من مقطعين، الواي هتاخد صوت اللونج اي. يعني الكلمة لو من مقطعين هتتنطق الواي زي الاي او اكتر بقى من مقطعين كمان. تعالوا نشوف كلمات. baby, lady, happy, and 20. هنا الكلمات دي كلها من مقطعين فالواي خدت صوت اللونج اي. تعالوا نسمع الستوري بتاعت اللونج اي. The pie guy. Mike is not a shy guy about pie. He likes pie with ice cream piled high. He likes it with whipped cream up to the sky. He even likes to take all my pie. If you spy on Mike, you might see him cry over pie. You might see him sigh if there is a fly on his pie. وبكده تكون خلصت اللونج أو الشورت ستوري بتاعت اللونج I، ودي كانت القواعد كلها اللي بنسمع فيها صوت الآي. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. Thanks for watching. كانت معاكم مس رحمة شعبان و This is Easy English Channel. Goodbye.